السلام عليكم. تعرفوا ان انا عملت 12 قطعه جاتوه بالميه بكوبايه ميه وبيضتين بس. جاتوه اقتصادي وسهل وسريع والنتيجه ممتازه. معانا بيضتين عليهم 3/4 كوبايه سكر ورشه الفانيليا ومعلقه خل بتضيع زفاره البيض خالص وتدي هشاشه حلوه قوي للكيك. قلب المكونات مع بعضها الى حد ما سكر داب وما دابش تماما بس يعني لحد ما داب. بعد كده ننزل عليه ربع كوبايه زيت. قلب كده لما الزيت هيختفي طبعا بالمضرب اليدوي، مش محتاجه مضرب كهربائي. وبعدين هننزل على كوبايه ميه دافيه وهنقلب المكونات مع بعضها. وبعدين معلقه كبيره كاكاو خام. طريقه مفيش اسهل ولا ابسط من كده وهتطلعوا جاتوه تحفه. وبعدين هننزل بقى كوبايتين دقيق عليهم كيس بيكنج باودر او معلقه كبيره بيكنج باودر. قلب كله كده مع بعضه، المكونات هتدخل مع بعضها. لو حسينا اللون الخليط الكيك كده فاتح هننزل معلقه كاكاو خام كمان وهنقلبها كده لما تختفي. وبعدين هنجيب الصينيه بتاعتنا بقى مقاس 30 في 40 فيها ورق زبده او ورق كراسه وهندخلها الفرن. هنجهز بقى الكريمه، كوبايه كريمه عليها معلقتين كبار سكر وكوبايه ميه متلجه. وبعدين هنضربها كويس جدا. شايفين قوامها حلو كده؟ عايزين تخفوا شويه كمان زود ربع كوبايه ميه، مش حابين تضيفوا ربع كوبايه ميه ما تضيفوهاش. وده كده خلاص قوام الكريمه. وده شكل الكيك معانا بعد ما خلص واستوى ما شاء الله جميل جدا وهش قوي. هسيبه بقى لما يبرد تماما. بعد كده هقسمه بالنص. هناخد اول نص كده وهنشيل ورقه الزبده، مش محتاج ان احنا نسقي حاجه لان الكيك طري جدا. هنفرد بقى عليه طبقه كريمه ونحاول على قد ما نقدر نسويها. بعدين هنحط نص الكيك التاني وهنشيل برده ورق الزبده وهنفرد على وشها الكريمه. نحاول برده نسويها وبظهر السكينه كده هنعمل الشكل اللي هو الزجزاج اللي بيبقى على الجاتو ده بالشكل ده. هندخله التلاجة بقى لما يتماسك تماما. بعد كده نقطع الاطراف بتاعته بالشكل ده كده. خلاص تمام. هنبدا بقى نقطع قطع الجاتو. طلع معايا 12 قطعه جاتو. هنبدا بقى نزينه كده بروزات من الكريمه. طبعا التزيين ده اختياركم حسب المتاح عندكم زينوا بيه. انا كان عندي شوكولاته بشرت شويه شوكولاته. حابين تحبوها ساده كده من غير حاجه، حابين عليها كريز زي ما تحبوا. طبعا بقى لو عندنا ورق كب كيك هنقدمه في ورق كب كيك او هنقدمه من غير ورق عادي. وده شكل قطعه الجاتو معانا بجد تحفه، طعمها حلو جدا وكمان جاتو اقتصادي يعني سهل وسريع. يعني شويه كريمه كده لو عندنا في البيت قوموا اعملوا حالا الجاتو ده وفرحوا اولادكم بيه. لو انتم معايا هنا ارجوكم يعني اتمنى كده تسيبوا لي تعليق حلو يشجعني.